أحب أن أوضح شيئًا بكل صراحة واحترام. الكثير من الناس تحدثوا عن ركلة الجزاء تلك في كأس إفريقيا، وأنا أتفهم المشاعر وأتفهم الحماس، لأن هذه البطولة تعني الكثير لملايين الأشخاص. الحقيقة أن ركلة الجزاء لم تكن خطأً ولا نقص تركيز، بل كانت قراراً واعياً اتخذ في لحظة صعبة. شعرت أن الأجواء كانت مشحونة جداً، وأن الضغط قد يحول مباراة كرة قدم إلى شيء سلبي، إلى جدل يمكن أن يشوه صورة كأس إفريقيا، هذه البطولة التاريخية المليئة بالفخر. فضلت أن أتحمل المسؤولية بنفسي وأن أتحمل الانتقادات، بدل أن تتأثر البطولة بالتوتر أو السب أو العنف.